بولاية شلف احتضن المتحف العمومي اليوم فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الزليج الجزائري الذي يمتد على مدار 3 أيام تحت شعار الزليج الجزائري إرث ثقافي في خدمة السياحة المستدامة. وشهد افتتاح هذا الحدث الثقافي حضور والي الولاية وممثلا عن وزيرة الثقافة والفنون إلى جانب السلطات الأمنية والمحلية، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الأولى للملتقى الذي يهدف إلى إبراز القيمة التراثية والفنية للزليج الجزائري ودوره في دعم السياحة الثقافية المستدامة. التغطية لمختار بن علي. هذا تنظيم هذا الملتقى تحت رعاية الدكتورة مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون، والتي تولي اهتماما بالغا لهذا التراث الحي. تراثنا الثقافي غير المادي يعد أحد عناصر أو أحد مكونات هويتنا الوطنية، والحفاظ عليه أكيد يأتي بتنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية الأكاديمية التي توثق لهذا التراث. باللي هذا الملتقى تم تجنيد له الجميع، في الحق قطاع الثقافة أو قطاع السياحة، غرفة الصناعة التقليدية والحرف، البلدية شلف، والسيد الوالي اللي أعطى اهتمام مباشر لهذا الملتقى. نقولوا باللي ستكون هناك ورشة علمية وستخرج بتوصيات مهمة جدا سيتم تسليمها لكل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وزارة الثقافة والفنون، وحتى لسيد والي ولاية شلف. نقولوا باللي اليوم ملتقى هذا الوطني شلف تحتضن الزليج الجزائري في هذه الولاية التاريخية والمليونية والسياحية. شكرا برك. النشاطات التي يبرمجها متحفنا الموقر، ارتأينا هذه المرة أن ننظم الملتقى في طبعته الأول خاص بالزليج الجزائري، باعتبار الزليج الجزائري فن معماري ثقافي وحضاري وتراثي عريق. إذن وكان هذا الزليج يعني تحت الرعاية السامية لمعالي وزيرة الثقافة والفنون والسيد والي ولاية شلف. يعني الحمد لله اليوم كنا محظوظين أن شاركنا في ملتقى وطني الأول في ولاية شلف فيما يخص الزليج الجزائري التقليدي. الحمد لله اليوم شاركنا بالأعمال تاعنا وحضرنا كحرفيين جزائريين، والحمد لله كنا من أوائل الحرفيين اللي يعني أخذوا على عاتقهم إعادة هذه الحرفة إلى الواجهة.